السلام عليكم. النهارده عامله وصفه اسمها مدفون الدجاج. مدفون دجاج، هقول لكم بقى اثناء يعني ما بعمل وصفه ليه سموها كده. بصوا، انا اي وصفه فيها بسمتي بعشقها، بحبها جدا. الوصفه دي برضو جميله لذيذه، والصراحه ما خدتش وقت خالص، يعني تقريبا نص ساعه كان جاهزه. انا عندي الفراخ بتاعتي بنقعها في المنقوع اللي انا دايما بنقعه فيها في اي وصفه فراخ، وعندي شويه توابل. هكتب لكم كل المقادير وكل التوابل في ديسكريبشن تحت الفيديو. بقلب التوابل بتاعتي دي كده، وانا هاخد نصها واحطها على الفراخ، ادعكها كويس قوي من جوه ومن تحت وما بين الجلد واللحم. هحاول كده بس اغرز كده بالسكينه عشان يدخل كل التوابل فيها، وهزود كده شويه زيت، معلقتين 3 زيت عشان تدي كده لمعه حلوه للفراخ. طبعا الفراخ دي لازم تقعد في التلاجة شويه، ساعتين كده ل3 ل4 براحتك، يعني كل ما قعد اكتر كل ما كان اخدت من طعم التتبيله بقت احلى. انا ده تقريبا بعد 6 ساعات، يعني انا صحيت كده وتبلتها وسبتها. اجيب الحله بتاعتي واحط شويه زيت، احط بقى، هما بيحطوا بقى ايه، خضار، طبقه خضار كبيره تحت. انا ما حطيتش كتير، لكن هما بيحطوا كميه كبيره، يعني بيحطوا 3 4 بصلات، بيحطوا 3 4 بطاطسات، بيحطوا طماطم كتير، بيحطوا فلفل كمان اخضر بس للاسف ما كانش عندي، وفصين 3 توم كده، ويحطوا الفراخ فوقيها. هنزل بقى بالتوابل او المنكهات الحصى، اللي هو القرنفل وعود حبهان ولو واللومي وبقيه التوابل بتاعتي، وهنزل بميه مغليه عليها، اغطي عليها. بصوا شايفين كميه الميه مش كتير، انا مش عايزه اشرب، انا عايزه بس مقدار ميه تسوي لي الفرخ. انا عندي رز بسمتي، ده رز بني مش رز ابيض، غسلته بس انا ما بنقعهوش. بحط شويه الزيت بتاعي، لاني بحب اشوح الرز في الزيت عشان يطلع من الفلفل. قلبته كويس في الزيت، هنزل بقى بالميه بتاعتي او بالشوربه. انا كان حسيت ان الشوربه بتاعت الفراخ كتيره، فانا خدت منها شويه صبيتها على الرز، وبعد كده كملت بميه مغليه يعني ظبطت الملح بتاعها. هسيبها بقى على النار قبل ما تستوي ب10 دقايق، قبل ما اطفي عليه ب10 دقايق هشيله. انا الفراخ بتاعتي استوت، شايفين؟ انا بس سايبه شويه شوربه صغيرين قوي. ليه؟ لان هنحط دلوقتي عليها رز، عشان كده سموها مدفون دجاج، عشان في طبقه خضار كبيره تحت قوي، وفي النص الفراخ، ومن فوق ايه الرز. حطيت عليها خدت شويه شوربه كده، حطيت عليها اللون الزعفران عشان يدي لون حلو كده في الاخر. اغطي عليها، اسيبها بقى من 10 لربع ساعه كده لغايه ما تكمل سواها. وعندي الطبق بتاعي او الوصفه بتاعتي جاهزه. صدقوني هي كان نص ساعه كان جاهزه، حاجه كده في منتهى الجمال يعني، وفي حله واحده، وطعم وريحه ما اقولكوش. لو كترتي بقى جزء الخضار هيدي بقى يعني ناس كده تاكل وتشبع بقى، وتبقى في منتهى الجمال. هما طبعا ما بيحطوش عليها زبيب، بس انا بصراحه اي وصفه فيها بسمتي بحط عليها زبيب. والفراخ بقى مستويه وطعمها حلو، وريحه بقى ما اقولكوش ريحه عامله ازاي. بس كده الوصفه بتاعتي جاهزه. يا رب تكون عجبتكم، لو عجبتك ما تنسيش تشاركيني بلايك، سبسكرايب، وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك اي وصفه جديده انا منزلها. اقول لكم السلام عليكم.